لكم جميعا شكرا جزيلا. شكرا للي بيتابعنا من كل الفئات العمريه، الصغيرين والكبار اللي بيشوفونا على شاشه التلفزيون وعلى شاشه الانترنت. شكرا جزيلا. هنبتدي على طول. جالنا الاسبوع ده تقرير بيعملوا فريق الديجيتال بتاعنا، الديجيتال تيم، على المقاطع والحاجات اللي اتعرضت في 2018. الحقيقه ان هو بص على كل الحاجات اللي اتعرضت في عموم مصر كلها، جمهوريه مصر العربيه، واتفرج على او لجزء من التقرير المقاطع الخاصه بينا احنا. والتقرير كده كان بيتقدم لنا في حالة من الزهو والفخر اللي طبعا جات لنا احنا كمان، عشان الارقام اللي بتقول ان المقاطع دي كانت الاعلى المشاهدات في مصر كلها. انما بعيد عن الارقام وبعيد عن الزهو والفخر، فكرة المتعة. احنا قعدنا نتفرج على المقاطع دي تاني، احنا والتيم، احنا وفريق البرنامج، وحسينا انه كان في لحظات حلوة جدا في 2018 قدمناها في البرنامج، لحظات مرحة جدا ومليانة ضحك، ولحظات صادقة جدا تحترم اللي كان بيتكلم فيها، ولحظات مليانة متعة. خلينا نفتكر بعض المقاطع الأعلى مشاهدة في 2018 من برنامجنا المتواضع. أنا جايبة لك دي. ايه ده؟ هوصلك بيها. هوصلك بيها. ايه ده؟ هوصلك بيها. هي في بقى من الناحية التانية. مدام منى، انت اول حد لازم يركب العربيه اصلا. ايه؟ اول حد لازم يركب العربيه ويبقى لا انت دي عربيتك انت. لا دي عربيتك انت اللي لازم تركبيها. انت اتعرفتي عليها فين يعني؟ عن طريق ناس صحابنا، يعني يعني ناس اعرفهم فكانت موجوده فتعرفت عليها بعد اسبوعين كده، فلقيتها يعني الدنيا لطيفه، وبعدين جت قالت لي انا هتجوزك على فكره. قلت لها تتجوزي مين؟ قلت لها انا، قالت لي اه. قلت لها انا انسي. فقالت لي هتجوزك والله. قلت لها والله ما اتجوزك. قلت لها انا مش هتجوز. قالت لي والله العظيم هتجوزك وهتشوف. وعملتها بنت اللذينه. كل اللي بيقول ان دي لانسز ولا لا، اقدم لكم بابا عشان هو ما جاش معانا النهارده في نفس العينين، عشان بس الناس هو انت ناس بتقول لك ان دي مش عينيكي. دي اللحظه بيبعتوا لي على انستجرام يقول لي الحقيقه دي عينيكي ولا لانسز. فمش عارفه اجيب يعني لا بجد قولي الحقيقه، لانسز ولا طب بالنسبه لماما بالنسبه لي انا لانسز برضه، ماما وبابا لا وتيتا. دليل جايبه لكم الدليل القاطع بقى، محدش يعترض. ابويا كان معانا شويه غنم. هي كان ابويا بيخليني ارعى، يعني هو الغنم انا واخويا بس بنرعاهم. الاول ما رضاش اني اروح المدرسه. انتوا ما فيش حد في اخواتك متعلم يا عيده؟ لا، اخويا ما كان بعيد المدرسه علينا، ما كناش بنتعلم. نفسي اروح انا المدرسه، جيت اعيط واعمل مشاكل وكده. انا فكرت في خطه اني انا انام، اقول انا عيانه، انام تحت البطانيه. اول ما يروح هو الغنم هو واخويا، انا بقى اروح مدرستي. الخطه انك ايه، تعملي نفسك نايمه في السرير؟ ولحد يعني اعمل نفسي نايمه لحد ما يروح هو الغنم، انا بروح مدرستي. عيده، انت دخلتي المدرسه متاخر. أيوة. يعني انت كان المفروض تدخلي وانت 6 سنين. كان سني 7 سنين. دخلتي متاخره سنه. ايوه. طب ولقيتي بقى التعليم حاجه صعبه ولا سهله؟ سهله خالص. التعليم حاجه سهله. ايوه، وبحب افضل حاجه لي التعليم، انا بحبه. يا محمد بقى، انا عرفت واتاكدت ان انت ما بتحبش عيد الام ده خالص. بس بحب الام. لا والله بحب نقول عيد الام. عيد الام بس عندي فيه مشكله. 21 مارس قوي. بستناه كل سنه والله، وببقى قلقان قوي كانه يعني هيحصل فيه حاجه وبيحصل يعني. ليه بقى؟
امي لازم لما نجيب لها اي هديه تعيط. عادي. لا بس بتعيط بناء على كل ما الهديه تكبر بتعيط اكتر. فاحنا بنحاول نقلل الموضوع، يعني نجيب حاجات بسيطه بحيث تعيط 10 دقايق وخلاص واليوم يخلص. يعني حزينه ليه مع انه يوم جميل، بس امي دايما في العادي هي مرتبطه هي اي حاجه بنجيبها لها تقعد تعيط وتقول يا ابني ما عندنا منها، هو احنا يعني مش عارف. انت مره قلتي قبل كده؟ لا انا عمري ما شفت حاجه تقليد، بس انا في اللقطه وهي ودنيا بتغني قلت لا الاداء ده، لا وريني اصاله. أصالة؟ ايوه. قد الهموم اللي في أساك هموم، قد الهموم اللي في أساك العاشقين، قد الدموع اللي في عيون المجروحين. أنا بحبك قد الحروب اللي في أساك العاشقين. بحبك قد السواد والدقايق والسنين. بحبك. باباك ومامتك منفصلين وكان في حاله عناد ما بينهم، فهو منعك انك تشوفيها ومنعها انها تشوفك. تمام. انت زي اي طفل عايزه تشوفي مامتك. عايزه اشوف مامتي طبعا. فكنت بتقولي انا عايزه ماما. عايزه اروح هنروح الاسبوع الجاي، ماما مسافره اما تيجي. في مره بتخانق بجد فقلت له على فكره انا بقى اما اكبر شويه هطلع في التلفزيون وماما هتشوفني وتجيبني ومش هاجي لك هنا تاني. قلت له كده حقيقي. ما اعرفش السنين بعدت وانا كمان ما بقتش افكر. عمته كانت عارفه المكان بتاعها، هي عايشه في دوله عربيه، فعمته جابتها وجولي انا ما عرفتهاش. يعني هي دخلت وانا ما عرفتهاش، وهي اكشلي كانت بتشوفني في البرنامج وهي مخلفه بنوته. يعني اكشلي هي اختك مش شقيقتك. طولي دلوقتي. هي كانت بتحب البرنامج قوي وكانت بتقول لها البرنامج ده جديد وكده وتعالي شوفيه وبتاع، وكانت تتفرج معاها ماما. فكانت ماما كانت لما بتشوفني كانت بتحس ان انا يعني بنوتتها الصغيره. تقول لها شبه نوسه بنتي، لان كان دلعي كده نوسه. فكانت بتقول هاتولي البنت دي عايزه اشوف البرنامج ده، فكانت بتفتحه وتشوف. وبعدين لما هم قالوا لها ان انا بنتها هي وقعت اوريدي من طولها. يعني ايه دمي خفيف مش فاهمه؟ طب ركز طيب بتعملي ايه؟ يعني ايه دمي خفيف مش فاهمه؟ ايوه انت عماله تقولي افيهات ودمك خفيف وانا دمي اخف منك، هستلمك مش هنزلك من البيت. فما بتعملي كده ليه؟ بعمل لك ايه؟ استفزك؟ انت بتقولي تسجلي لنا فيديو؟ الاغنيه دي بتقول لي الاغنيه دي ايه؟ غلس. انهي اغنيه دي ان شاء الله؟ دي اغنيه ايه دي؟ ماما؟ لا ماما، انا مش ماما يا حبيبي. فهنشوف السؤال اذا كان يعرف ميدو يرد عليه. اسم مدرسه الماث بتاعت هاشم اسمها ايه؟ ده سؤال انفير ده. ايه؟ انفير ده. انفير ليه؟ ده ظالم السؤال ده. هو مش المفروض اب. ايه؟ مدرسه الماث. المس بتاعت الماث بتاعت هاشم. افتكر كده. لا مش هغششك، ماليش دعوه. انا مش عارف. ما انت هتعرف بتاعت هاشم. هو هاشم نفسه مش عارف. لا هاشم عارف. ما تقولش حاجه. هي بتدرس لك حاجه غير الماث؟ بتدرس لك حاجه ثانيه؟ لا اسمها نانسي؟ اسمها مس يمنى. مس يمنى. لا انت اللي منقله السؤال ده. ها؟ لا احنا اللي سالناها وهي اللي ادتنا الاجابه. امتى اخر مره بابا عزم ماما على السينما؟ ده فيديو نفسه مش هيفتكر.
الشهر ده. ايوه من كام يوم. طمنا النين. مين جاب لي مين هديه؟ احنا الاثنين فعلا. عمل لي سربرايز، جاب لي ماما وخالتي وصاحبات المدرسه، عمل لي سربرايز حلوه جدا، وانا كنت بقى داخله متخيله ان مفيش اي حاجه هنتعشى وننام. لا هو مش ناسي، وقايل لي انه مش ناسي، بس قاعدين في البيت ومرحرحين، وانا كنت عندي انترفيو راجعه الساعه 7 فعمل لي سربرايز. وانتي جبتي له ايه؟ جبت له سناره صيد عشان هو مجنني بالصيد. كده كده يا قلبي يا حتة مني، كل حاجة حلوة فيا أنا. كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي. كده يا قلبي يا حتة مني، كل حاجة حلوة فيا. ده كان ماضي راح وانقضى. احنا في 2019 وحلقات جديده ومواقف جديده، بس لا يسعني ولا يمكن ان انا افوت الفرصه دي من غير ما اشكر بامتنان وحب واحترام كل فريق العمل اللي بيشتغل معايا، سواء بقى كانوا في الديجيتال، في المحتوى، في الاخراج، في الانتاج، في الاستوديو، في الان هاوس. كل التيم ده يستحق مني شخصيا محبه واحترام وقبلة كبيرة جدا تتسع إلى نهاية العالم. كل سنة وهم كلهم طيبين. بعد الفاصل نبتدي الحلقة. قلت احترم تاريخي، احترم الحمد لله مكانتي في مع جمهور مصر كلهم. حبيت احافظ على التاريخ ده. يعني السيناريو بتاعك محضره من امتى؟ بقيت واقف قدام الجمهور مبلم، انا خلاص اهي. المفروض انه اي حاجه لها علاقه بكره القدم تبقى كره قدم. اكيد شغال هنا وصاحب المكان في نفس الوقت. ولما عرض عليه ابوه انه يدير الكافيه بتاعه، بص لي هنا، وافق على طول. انا بني ادمه حالمه ما تقدرش تعيش من غير هدف لحياتها. شيري القاضي 25 سنه. بابا نعم، احنا مش هينفع نكمل مع بعض يا بنت. مسلسل على الانترنت بس، انتوا مش عايزين بتوع التلفزيون يتفرجوا عليكم خالص. مش قوي كده، لا مش النية يعني. مين مؤسسة تعمل 126 عمل في سنة؟ فقلت لا، يبقى ده اللي جاي وده اللي هيمشي، فيبقى انا محظوظ ان اشتغل في اول عمل يتعمل في الشرق الاوسط. قد ايه بتشوف اختلافات ما بين جيلهم وما بين الجيل اللي كنت بتمثل معاه قبل كده؟ لا دلوقتي في طريقه اسرع كتير الناس تعرفهم، زي الحلقات اللي عملناها دي هتقدم لمصر نجوم كتير هيطلعوا يدوروا عليكم في المعسكر ما لاقوكوش. ما فيش بقى، فطبعا المنتخب عايزنا والنادي عايزنا. هنا المشكله بقى ما بينهم، احنا مش طرف، احنا لعيبه. جالي كريزه ضحك وهي بتقول لي يا بات انا ما اعرفش ايه اللي حصل، هي كل ما تفتح الهدوم وهي برضك امك كانت بتاخد النسخ يا بات. في لعب بقى في الشارع بقى غير المدرسه، ده لازم يعني. الكره في الشوارع هي اللي علمتنا يعني ايه كره قدم زمان. الساعه 5:30، الساعه 5:30، الساعه 5:30 وانا عندي هوا. يوم 16 يناير اللي فات، يعني من اسبوع تقريبا، وفي فيديو قصير على شبكه الانترنت اعلن واحد من اهم الاسماء الكرويه في بلدنا الاعتزال باداء رصين، بس كله وفاء لناديه وكله احساس بانجاز هو حققه على مدار سنين طويله جدا. حسني عبد ربه واحد من ألمع النجوم اعلن الاعتزال، ولما الجماهير شافته وهو داخل المدرجات أو هو خارج من المدرجات استقبلوه بعاصفة من الحفاوة خلته يبكي في لحظة هو كان متأهب لها من سنين طويلة، عارف إنه لاعب الكرة في يوم من الأيام لازم يعتزل. حسني عبد ربه مشوار طويل جدا من الإنجازات ولحظات صعبة
في الاعتزال. حلوة 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 حسني هتربوا الكابتن اللامع النجم كابتن حسني عبد ربه. الحمد لله. اتفضل. سعداء بوجودك يا كابتن. نجم الاسماعيلي ونجم المنتخب كابتن حسني عبد الله يخليك يا زميلنا. شكرا على الكلام الجميل، شكرا على الاستقبال الجميل دوت، وانا سعيد ان انا موجود مع حضرتك النهارده. احنا الاسعد يا كابتن. احنا الاسعد. كابتن حسني انت تاريخ كبير من اللعب، محطات مهمة جدا فارقة مش بس في مسيرتك انما كمان في تاريخ الكرة في السنين اللي فاتت. الحمد لله الحمد لله. لقطة الاعتزال اكيد بتبقى من اصعب اللقطات على اي لاعب كرة ناجح. القعدة اصلا نفسها صعبة بالنسبة للوضع، انا يعني ما كنتش يعني مش متخيله. بعد يوم صعب، بعد يوم متعتك كلها انت بتشتغلي عشانها في حياتك هو كرة القدم، فبتيجي تنهي مسيرتك. يعني القعده دلوقتي بعد ما انت بتكون بتلعب غير لما خلاص بقى انت بطلت، فالوضع صعب جدا لان انت بتتكلمي في 25 سنه بتلعبي كوره، 25 سنه بتصحي تنامي تروحي تيجي، هي الحاجه الحلوه اللي انت عايش ليها هي كره القدم. فيوم لما بس انت عارف من او كل لاعب كوره عارف انه اكيد، بس انا لسه طازه يعني لسه مبطل طازه فاكيد قادره اتفهم طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوله. اكيد، لكن الحمد لله يعني الواحد متقبل الموضوع، وخاصه لما بتبقي بطل وانت واقف على رجلك، تلاقي الناس هي اللي بتقول لك احنا عايزينك تكمل، فده النجاح. ده النجاح لما بتلاقي الجمهور بيستقبلوك وانت بتقول لهم انا خلاص بودع. التشجيع اللي انت كنت منتظر الوقت ده، العمر اللي انت اديته للنادي الاسماعيلي والمنتخب مصر، وتلاقي الناس بتستقبلك بالاستقبال دوت، هي دي الحاجه الحلوه، الرد الجميل العمر ده كله ما راحش هدر، حب الناس. فاكيد الحمد لله. يوم ما قررت انك تسجل الفيديو ده قول لي يعني كنت مفكر قبلها بقد ايه، مظبطه ازاي؟ لا انا الموضوع معايا مختلف شويه، لاني انا كنت واخد القرار من السنه اللي فاتت مع نهايه الموسم اللي فات. يعني الحمد لله يعني انا عامل 3 صليبي في 5 سنين، وبقول الحمد لله اللي انا رجعت وقفت على رجلي بفضل ربنا سبحانه وتعالى، بفضل الحمد لله ناس كتير كانت حواليا، قدرت ان انا ارجع اقف تاني. فنهايه الموسم اللي فات انا كنت في عز مستوايا، رجعت وكنت مرشح ان انا اروح منتخب مصر، لكن الحمد لله اللي انا برضو اديت وقفت على رجلي، وكنت يعني الوقت دوت انا كنت شايف ده افضل وقت ان انا افنش وانا الناس بترشح لي لمنتخب مصر كلها يعني. انما النادي الاسماعيلي طبعا ده بيتي، ولما بيتي يحتاجني في الوقت الصعب لازم ابقى اكون موجود. طبعا حصلت ظروف كتير، مشان لعيبه كتير 7 8 لعيبه اساسيين بيلعبوا من ال11 يمشوا، اثروا على الفرقه بشكل كبير. فكان ناس مسؤوله جوه مجلس الاداره كانوا مهتمين بوجودي، ما حبوش ان انا يعني كمان ابقى مع الناس اللي مشيت.
اتمسكت معاهم ان انا اقعد عشان خاطر مصلحه نادي الاسماعيلي وابقى موجود، ولكن الظروف بقى من بدايه الموسم لحد الان مشيت عكس ما كنا متوقعين، ومش ما كناش متوقعين. الموضوع كان هيبقى صعب، مشيان 7 لعيبه وعدم جاي لعيبه على نفس المستوى، فاثر على اداء نادي الاسماعيلي وبالنتائج زي ما الناس عارفه، فاثر عليا انا كمان بالسلب. لا ما قلتليش يوميها بقى، يعني انت يعني السيناريو بتاعك محضره من امتى؟ ما انا بقول لك انا كنت الفكره نفسها من فتره. لما حسيت بقى ال6 شهور دول ان الموضوع اتأزم شويه، انا كمان ما حسيتش ان انا في حاجه بضيفها زياده. انا واصل ل 35 سنه، فحسيت ان انا مش هقدر ادي اكتر من كده، خاصه ان الظروف صعبه جوه. الناس بتحملك انت المسؤوليه، انت كراجل كبير وكراجل لعيب كابتن فرقه وراجل نجم، فانت اللي شايل الليله مع اي خساره مع اي مشاكل، انت اللي بتحط في وش المدفع. فحبيت لا انا الموضوع هيزيد، فانا قلت احترم تاريخي، احترم الحمد لله مكانتي في مع جمهور مصر كلهم، سواء منتخب مصر او سواء الاسماعيلي او سواء جماهير الكره المصريه بشكل عام، وقد ايه الناس بتحترمك في كل مكان انت بتروحه. حبيت احافظ على التاريخ ده. فانتوا قلت لمين بقى انا هصور فيديو؟ قلت كنت واضح انك متضايق جدا ومش طايق نفسك يوميها. انا خلاص انا خدت القرار واستخرت ربنا وقلت خلاص ما رجعتش حد. يعني كان في ناس صحابي قوي 1 أو 2 رجعتهم في القصه دي، وكان في واحد صاحبي جدا حبيبي يعني في محل كده موبايلات، صاحبي قوي، فعنده عنده كنبه كده شيك قوي، فقعدت عليها. فاول ما الفيديو قلت لها حماده هنعمل ايه؟ انا خلاص الموضوع بالنسبه لي، اسمه حماده. قلت لها الموضوع بالنسبه لي خلاص وانا مش هقدر وانا واخد القرار وخلاص. هنعمل ايه؟ هنعمل فيديو ننزله على الصفحه بتاعتي. اول ما صور الفيديو ونزلناه، الكنبه بتاعته اسماعيليه كلها عارفاها. عارفه اللي هو اللي موقع جي بي اس. ونزل بقى على الصفحه والناس كلها عرفت ان انا خدت القرار. وكان موقف بالنسبه لي صعب، حتى وانا بتكلم انا مش عارف اقول ايه. يعني مش العمر كله قدامي اللي عدى مني في كره القدم قدامي، بس هي لحظه زي ما حضرتك قلتي انت عارف اللي هتيجي. فزي ما بقول لك انا اللي عانيت منه خلال الفتره اللي فاتت كان كتير كتير كتير، وما حبيتش ان انا يجي وقت عليا والناس هي اللي تقول لي بطل. دايما انا شفت نجوم، شفت لعيبه كبيره اتقال لهم بطلوا، اتقال لهم الفاظ مش كويسه. فليه انا ما احترمش ده؟ وليه انا ما احترمش اللي انا عملته وابطل وانا واقف على رجلي؟ لان عشان مش عايز احس اللي انا عملته ده راح كده. كان قرار صعب، وانا بقول الكلمه اللي انا عايز اقولها، قرار الاعتزال. انا النهارده بعلن اعتزالي. بشكركم، بشكر جمهور مصر كله لسنة حسن عبد ربه. بس قول لي لقطه لما الجماهير يعني كانت بتهتف لك. موضوع تاني، يعني موضوع مش هقدر اعبر عنه، مش زي ما انت شايف الصور. يعني انا وقفت، ويمكن اللحظه الصعبه بالنسبه لي انا كنت هقع على فكره، كنت هقع. يعني في اللحظه دي انا كنت هقعد على الارض مش عارف، رجلي ما كانتش شايلاني. بس قبلها كمان اول لقطه انا عملت ايدي الاتنين كده، بقيت واقف قدام الجمهور مبلم. انا خلاص اهي، يعني انا مش عارف انا بقى يعني خلاص ان انا رايح لهم اصلا ماشي. يعني على طول في العاده اللي هم بيندهولي بروح جري ووقف. لا خلاص بقى اللي انا رحت وعملت ايدي كده،
مش عارف ان انا هشوف الناس دي ولا اشوفها تاني ولا لا يعني. ودول الناس اللي انت بتحبوهم هم بيحبوك يعني سنين مش ما انا عشت ليه عشان في النادي عشان خاطر الناس دي عشان خاطر الكيان. كام سنه في نادي الاسماعيلي يا كابتن؟ انا حوالي يعني في الفريق الاول حوالي 17 سنه. 17 سنه الحمد لله. نجم الاسماعيلي ونجم منتخب مصر. طيب انا هرجع تاني للفيديو ولقطه الاعتزال بس. كابتن حسني عبد ربه كان بيقول 25 سنه كوره، انت دخلت اولا بتلعب كوره من وانت صغير جدا اكيد، ودخلت مدرسه الموهوبين كمان في سن صغير جدا. احكي لي كده على مدرسه الموهوبين اللي انتوا رحتوها اللي انت رحتها يا كابتن. مدرسه الموهوبين انا طبعا يعني ابويا والدي هو اللي طبعا ليه الفضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا العب كوره باهتمامه بيا في كل حاجه بقى، يعني في اللبس بقى وفي الجزم والحاجات اللي هي بتاعت الكوره ديت. اخواتي بقى كانوا بيحقدوا عليا، انا اصغر واحد انا اصغر واحد في العيله. اختي توفاها الله وثم طارق ثم احمد ثم انا بقى اخر واحد. فكان والدي من الصغر كده كان يهتم بيا، يجيب لي كل حاجه، يوديني مركز شباب ويلعبني كوره وازاي اباصي وازاي اشوط وازاي، يعني هو كان بيلعب كوره يعني كان مهتم بيا قوي يعني. بعد كده اخويا بقى كبير طارق، يعني انا بشكره طبعا لان هو نقلني نقله تاني كان كابتن عربي كان مرني في مركز شباب برضه وانا سنه صغير خالص يعني 10 سنين ولا حاجه. طارق بقى اكتشف ان في مدرسه الموهوبين في جوه الاستاد تبع المجلس الشباب والرياضه، كان الدكتور عبد المنعم عماره اللي بقدمه له كل التحيه والسلام، راجل محترم، راجل محترم جدا. كان المشروع ناجح جدا، كانوا بيهتموا من السن الصغير عشان يهتموا بيهم كتعليميا وكرياضيا. مدرسه داخليه، مدرسه يعني داخليه من السبت للخميس. انا قاعد بقى تخيل انت عندك 10 سنين ومن ساعتها وانا متغرب في كل حياتي لغايه اما بطلت كوره. قعدت حوالي 4 سنين في مدرسه الموهوبين في اسماعيليه. لا احكي لي عن اول ما رحت، يعني ايه انه انت طفل واكيد عايز تقعد مع والدك ووالدتك. احكي لي عن والدتك وشعورها. لا هو انا بقى كنت بقى طفل، سبت بيتي ورحت مدرسه الموهوبين ديت، مدرسه فيها تعليم داخليه زي ما حضرتك قلتي. بصحى الصبح بقى تعليم، بعد كده غدا، بعد كده عندنا تدريب، بعد كده بنرجع بدري اذا في وقت المذاكره، بعد كده بننام عشان نصحى نفس الموضوع هكذا يعني. والدتي بقى اروح يوم الخميس الاقيها بقى عامله لي الاكل ومستنياني طبعا، والجمعه اقعد معاهم في لعب بقى في الشارع بقى غير المدرسه. ده لازم يعني الكوره في الشوارع هي اللي علمتنا يعني ايه كره قدم زمان. اجي بقى يوم السبت موضوع تاني بقى، موضوع بقى عياط وموضوع اللي انا عيل صغير. امي تاخدني للميكروباص. انت اللي تعيط؟ امي شايله لي الشنطه بتاعتي، ابويا طبعا يروح الشغل هو. امي بقى شايله لي الشنطه بتاعتي وماشيه معايا توديني على الميكروباص، تركبني الميكروباص وتروح سايباني وماشيه كده وانا اقعد اعيط. يا اللي اشوفها من الازاز كده. طبعا 10 سنين يعني. لا موضوع بقى مش عايز اقول لك يعني عياط بقى ايه اللي هو. كانت بقى امك قويه تشجعك ولا لا تقعد تعيط معاك؟ لا امي ربنا يديها الصحه يا رب يخليها لي. بس كانت يعني هم الحمد لله كان في اهتمام بيا. كانت بتقول لك ايه يعني تقول لي شد حيلك وتدعي لي ربنا يكرمك ولازم تتعب ولازم تشقى معلش وانا عارفه. وهي تروح وانا بقى اشوف بقى حياتي بقى كل اسبوع كده. كل اسبوع تروح فرحان الخميس وترجع معيط السبت. والدي بقى كان على طول بقى يبقى جاي المدرسه يتفرج عليا في التدريب، يسيب شغله ويجي. ابويا كان مهتم بيا جدا يعني من وانا صغير، ما كانش بيسيبني ان انا في تدريب في سفر. قعدت ال4 سنين في مدرسه الموهوبين، بعد كده انتقلت بقى لنادي الاسماعيلي على طول دايركت من المدرسه. هي المدرسه في قلب نادي الاسماعيلي على فكره، يعني من الصدف اللي هي بتبقى جوه نادي الاسماعيلي. انت منين تحديدا اصلا؟ انا من ابو صوير، هي في قلب اسماعيليه يعني 10 كيلو يعني. وليا الشرف طبعا ان انا ابقى من ابو صوير اللي هي اغلى بلد بالنسبه لي واحسن ناس في الدنيا هم ابو صوير. اكيد بلدك يا خبر ابيض يعني. يا خبر ابيض طبعا. رحت بقى التحقت على طول بالاسماعيلي، يعني انت اول معرفتك بالكوره احترافيا والدي سلمني بقى. سلمني تسليم آلي. كابتن حسني عبد ربه هو صاحب اشهر قصه انتقال ما بين الاسماعيلي والاهلي. فكره ان اللعيبه تتنقل من الاسماعيلي للاهلي دي قصه طويله ومشكله كبيره، بس انت اشهر قصه انتقال او لا انتقال ما بين الاسماعيلي والاهلي.
هي مشكله كبيره يعني. اولا انا ما كنتش اتمنى طبعا ان انا اسيب نادي الاسماعيلي، بس هي نظرا للظروف اللي كنا فيها في التعاقدات، ان انا كنت في فرنسا، احترفت من نادي الاسماعيلي لفرنسا، وبعد كده اتعرض عليا وانا في فرنسا الاهلي والزمالك طلبوا مني ان انا ارجع عليهم. وكان المشكله بقى لما رحت فرنسا الفرقه اللي كانت بتلعب في المستوى الاول في الدوري الممتاز، وبعد كده نزلت درجه ثانيه، فانا كنت عايز اروح اكمل فتره احترافي عشان اروح فرقه ثانيه. ما قدرتش يعني، رحت لقيت لعيبه مشيت، لعيبه انا عانيت منهم ان انا مش قادر ادي المستوى اللي انا رايح عشانه. فالنفسيه بقى صعبه بره، النفسيه مش سهله ان تقعدي في غربه ونفسك تبقي حاجه كبيره وتلاقي نفسك في الاخر انت قاعده غصب عنك عشان الناس تقول لي انت محترف. لا، فكان كل همي ان انا ارجع تاني وعايز العب كوره. اتعرض عليا زي ما بقول لحضرتك، كان كابتن محمود الخطيب والباشمهندس نادي الزمالك كان باشمهندس ممدوح عباس، ولكن انا رفضت الموضوع. والحمد لله تدخل حد من اصدقائي رئيس نادي الاسماعيلي، كان باشمهندس يحيى الكومي، وكان الاسماعيلي ليه مبلغ فساب المبلغ ده وهرجع نادي الاسماعيلي تاني، وانا اللي اصريت يعني. انت مضيت للاهلي. ما ايوه، ما انا بحكي لحضرتك قصه يعني، بس عشان لا ايه؟ بس يعني هي القصه بتتحكي ان انت في لحظه من اللحظات انت مضيت للاهلي، وبعد كده حصلت ضغوط، مش عايزه اقول من النادي، من الجماهير. تمام. ده قالوا لي ان هم يعني في الوقت ده لا يعني الناس كانت متعصبه عشان حبهم لحسني قبل اي شيء يعني. ما هو لعيبه كتير زي ما حضرتك ذكرتي اللي مشيت، بس بالنسبه لهم حسني حاجه تانية. بالنسبه لهم حسني ابنهم بالظبط، باصين اللي نفسهم يرجع تاني زمن الناس اللي منتميه للنادي وحبها للنادي، زي كابتن علي ابو جريشه، زي كابتن حازم، زي كابتن رضا. الناس دي نماذج، الناس دي لحد النهارده الناس فاكراها، فشايفين حسني هو امتداد للناس دي. فتمسكهم بحسني عشان خاطر حاجات كتير. فانت بعد يعني ما مضيت حسيت ان انت عايز ترجع في المساله ومش قادر؟ لا انا انا من الاول اصلا انا مش عايز امشي، بس نظرا لظروف رئيس النادي هي اللي حطتنا في الموقف ده. بس كانت رغبتي ارجع نادي الاسماعيلي. لما رجعت نادي الاسماعيلي تاني بعد الرغبه ديت، جبت محامي لرئيس النادي من بره، وقعدنا واتفقنا خلال يومين. الراجل راح فرنسا كان همها فلوس. الاسماعيلي رئيس النادي دفع الفلوس، اتحلت الازمه في يومين. خلصت مشكله فرنسا. مشكله الاهلي خلصت ازاي؟ مشكله الاهلي بقى رفع قضيه على ستراسبورج بقى، كان في خلاف لان هم كانوا اعتقد دافعين فلوس لستراسبورج. يعني مشكلته ما كانتش مع الاسماعيلي. لا، هو الاسماعيلي مش طرف مع الاهلي. الاهلي طرف مع ستراسبورج. خلينا نشوف بعض اللقطات للكابتن حسني عبد ربه، واحكي لي على الاهداف والمباريات اللي انت لا يمكن تنساها، او وانت في لحظه الاعتزال اللي هي المتصدره للمشهد. لا بالنسبه لي يعني ماتش الاهلي طبعا الجون اهو، ده الجون في الدقيقه 94. ده الكابتن الحضري ده. طبعا الدقيقه 94 دي كان كل الناس منتظره الاهلي هو اللي يجيب الجون، لان الاهلي على طول هو اللي بيجيب الجوان في الدقائق الاخيره دي. فالجون ده طبعا غير في مسيرتي حاجات كتير بالنسبه للجماهير المصريه بشكل عام. انت بتلعب اهلي
وتجيبي جون في الدقيقه 94 فيه، فبالنسبه انت بتعلم عند الناس بقى بشكل كبير جدا. وكان جون المكسب يعني. فالجون ده من الاهداف الغاليه عليا جدا. 2003 كسبنا 2-1، يمكن ده اول ماتش في الدوري كمان، وكان لسه الاهلي واخد السوبر من الزمالك بضربات الجزاء، وجاي لنا بقى واخد السوبر ونادي الاهلي طبعا. فالجون فرق مع اسم حسني عبد ربه. الحمد لله. بالتاكيد. عبد ربه حسني يغمزها تاني كده في وسط الزحمه يا ولد يا عماد، يا ولد يا عماد، وهجمه النادي الاهلي. حسني عبد ربه كوره ولا بلياردو. مباريات مع المنتخب لا ما تتنسيش ابدا. الحمد لله. احكي لي عن المباريات دي. مباريات المنتخب طبعا انا يمكن من الاهداف اللي انا ما اقدرش انساها طبعا هدف زامبيا في رمضان. كنا صايمين طبعا، وكان الماتش ده بالنسبه لنا لو اتعادلنا او اتغلبنا الجزائر خلاص صعد دايركت على كاس العالم. الهدف بتاعي فرق اللي احنا بقينا متساويين وهنلعب ماتش هنا في مصر، فلو كسبنا هو الهدف دوت الماتش ده احنا كنا يعني عصام الحضري، زامبيا كانت بتلعب عصام الحضري الماتش ده يعني كنا صايمين وتعبانين والجو حر وزامبيا كان منتخب جامد جدا الفتره ديت. فالكره تروح بالشكل، حتى انا انا بكشر انا مش مصدق او احنا جبنا جون ازاي، يعني ازاي احنا جبنا الجون ده. فتوفيق ربنا طبعا. لعبنا بقى ماتش فاصل مع الجزائر هنا في استاد القاهره ال 2-0، وبعد كده لما رحنا السودان ولعبنا، فده كان غير اتجاه خالص، لان الناس كانت خلاص فاقده الامل اللي احنا اصلا هيبقى في منافسه على الوصول لكاس العالم يعني. وانطلاقه سيد معوض يرجع الكوره، التسديده، جول حسني عبد ربه على الكوره. شوف حضراتكم سيد معوض الى حسني عبد ربه والامل، كره الامل. شوف حضراتكم الكوره رايحه ازاي، لا تحتاج الى تعليق، هي تذهب الى اجمل بقاع المرمى وفي احلك الظروف وفي اصعب الظروف تاتي الاراده المصريه كما نتابع. بالنسبه لي لا يعني بقى انا عايز احكي لك شويه على ضربه الجزاء دي. طب احكي لي، خلينا مع ضربه الجزاء. انت متخيله بقى بعد الاحداث تصفيات كاس العالم مع الجزائر ايام صعبه وسخيفه والمشاكل طبعا احنا اخوه طبعا كلنا كعرب، ما كناش نتمنى طبعا الاحداث دي توصل لكده، بس كره القدم دايما فيها مشاحنات شويه، بيبقى فيها دايما كده منافسات بتبقى صعبه شويه. بس هي المفروض انه اي حاجه لها علاقه بكره القدم تبقى كره قدم. اكيد هي المشكله مع الناس اللي بتصعد المسائل والاخطاء تتفاقم ويبقى في جرح عند شعب. اكيد يعني أكيد. ده الشيء لكن الحمد لله عدت على طول والامور. بس بقى ضربه الجزاء دي انا داخل قبل ما اخش كده انا فضلت بقى ال 90 مليون قدامي بعد الاحداث دي كلها وبعد هم صعودهم كاس عالم. ضربه الجزاء دي انت مش متخيله لو ضاعت ايه بقى الاحساس، الناس هتعمل فيها ايه. فطبعا بص حتى مركز انا. بصي يمكن انا الوقفه بتاعتي دي غيرت القانون ده كمان، يعني الوقفه بتاعت ضربه الجزاء دي منعوا الوقفه دي، لان بص شايف بص الوقفه اللي قبل الكوره ديت منعوها. يعني المفروض تخشي تلعبي دايركت كده الكوره من غير وقفه. بص يعني الوقفه دي شفت الجول راح فين. المفروض لا دلوقتي بقى خلاص لغوا القانون ده بعد ضربه الجزاء دي. الجزائر اعترضت على الموقف دوت وابتدى بقى القانون يتغير. انت لما تخشي لازم لو وقفتي كده تاخدي انذار. بس ساعتها كانت قانوني، انت ساعتها ما كانش عندك استغلت القانون. الاهلي بدبي يقولون سيكون في الاهلي القاهري، يتقدم يسدد ويسجل الجول. 1-0 لمنتخب مصر، 1-0. خبرة كبيرة، لم يهتز، لم يخف من السيناريو القاتل، لم يخشى ان تضيع كورة الجابولاني. بعد الفاصل هنرجع لكابتن حسني عبد ربه نجم الاسماعيلي ومنتخب مصر اللي اعتزل من 10 ايام بس. ما كانش عندك فكره هو رئيس نادي الاسماعيلي عايزك في ايه؟ رئيس النادي الاسماعيلي جاي لك بيقول لك يلا واركب العربيه. كل واحد يقدم نفسه بالطريقه اللي هو يحب انه يتقدم بيها. انا مستشاره علاقات زوجيه والعقل المدبر ومعقده شويه. بكره الحب شويه كتير. خلي الهدايا دي معاكي. انت عبيط يالا. انا هنشر الحب يا جماعه. سكسي ها. لقيت الفكره اللي هترجعنا احسن من الاول. انت حلمك ان انت تبقى رئيس نادي الاسماعيلي باذن المولى. يعني انا
كابتن حسني عبد ربه، اكيد في رحلتك في الكره المصريه مش بس في اهداف او ضربات جزاء او مباريات ما تنساهاش، في مواقف انسانيه ما تنساهاش، في اشخاص ما تنساهمش على المستوى الانساني. تفتكر ايه دلوقتي؟ انا مواقف كتير، يعني انا بلدي بالنسبه لي ابو صوير اللي انا طلعت منها وشفت ناسها، ما ينفعش ان انا البلد دي بالنسبه لي تبقى مجرد كانت بدايه وانساها، لا، انا البدايه والنهايه وكل حياتي لازم تبقى البلد اللي انا اتولدت فيها وعشت فيها وشفت ناسها الاصل اللي انا طالع من وسطهم. الحمد لله ربنا كرمني ان انا يعني كان حلم بالنسبه لي ان انا ابني جامع مسجد في ابو صوير. الحمد لله يمكن عملته، وعملت زي حاجه كده صغيره ان يبقى في لجنه جوه داخل المسجد، في الحمد لله انا عامل دورين المسجد الحمد لله كويس. لجنه للحالات الخاصه في ابو صوير بشكل عام او في اسماعيليه لو في حالات بتيجي، ان انا اساعد الناس دي على قد ما اقدر، على قد امكانياتي. مش لازم ان انا ملايين، لا، لو بس هساعد حد بكلمه طيبه بحاجه بسيطه بس يحس ان في حد واقف معاه، احس انا كمان ان انا عملت حاجه للناس دي. فحلم ان انا عملت المسجد طبعا في بلد ابو صوير، وان انا اساعد الناس ديت الحمد لله. يعني من وانا صغير كده كانت فيها حته اللي انا بحلم في زاويه كده قدامنا جنب بيتنا، عايز اعمل بقى مسجد، عايز اعمل مسجد، ولما اعمل مسجد اعمله مسجد محترم، مسجد حاجه كبيره، مش هبخل على ربنا، ده احنا ملك ربنا. اسمه المسجد اسمه ايه؟ المسجد اسمه نور الله. نور الله بنتي مسجد نور الله. على واسمك بنتك اسمها نور. نور الله اسمها نور الله. نور الله كبيره ربنا يحميها لك يا رب. فهي بقى اللي انا يعني عملت المسجد باسمها. فالحالات دي هي دي الحياه اللي الواحد بيتمناها تستمر معاه، ولا كوره ولا فلوس ولا شهره ولا حاجه. يعني دي الحاجه اللي ما فيهاش اعتزال، الحمد لله، يعني دي الحاجه اللي ممتده في الدنيا والاخره يعني. يا رب ان شاء الله. كنت بسالك على ناس في كره القدم سواء مدربين او لعيبه زمايلك سبقوك او زميلتهم او جم بعدك، رحتوا معسكرات قعدتوا مع بعض في ناس بقى، ده موضوع تاني، موضوع الارتباط باشخاص معايا سواء في الاسماعيلي. احمد فتحي طبعا طلعنا مع بعض، مرينا بمشاكل كتير في كل حاجه، وحتى لينا موقف جميل مع بعض يعني عمرنا ما ننساه. واحنا في منتخب الشباب، وجه الباشمهندس ابراهيم عثمان رئيس نادي الاسماعيلي، واحنا بنلعب في الاسماعيلي في الوقت دوت، خدنا من منتخب مصر للشباب في عربيه وراح واخدنا ورحنا راجعين اسماعيليه عشان كان عندنا نهائي افريقيا 2003. ايوه انتوا اتخطفتوا، انتوا كنتوا معسكر المنتخب. انا قعدت في الاوضه، كنت قاعد في الاوضه، جالي تليفون الله يمسيه بالخير، كان الدكتور بتاعنا اسمه دكتور خليل، قال لي انزل الباشمهندس ابراهيم عايزك تحت. فانا نازل لبس البيجامه قاعد في الاوضه نايم. فنزلت، كان ساعه العصر، فنزلت فقال لي احمد فين؟ قلت له احمد تحت. قال له يلا يلا تعال اركبوا. يلا ركبنا العربيه. ما كانش عندك فكره هو رئيس نادي الاسماعيلي عايزك في ايه؟ رئيس النادي الاسماعيلي جاي لك بيقول لك يلا واركب العربيه. واحنا انا بقى كل اللي عليا ضحك، انا قاعد اضحك واحمد فتحي متنشن. قلت له متنشن ليه؟ ايه اللي هيحصل؟ احنا مع رئيس النادي، اللي يحصل يحصل احنا مالناش دعوه. ركبنا العربيه ورحنا ماشيين ورحنا اسماعيليه. ايوه يعني ما قلتلوش ده احنا عندنا معسكر ما هو عارف، ما هو النادي الاسماعيلي عارف المعسكر، بس عشان كان في ماتش في الوقت دوت نهائي افريقيا مع انيمبيا في نيجيريا بعدها بكام يوم، واحنا بعدها بكام يوم هنسافر نلعب كاس العالم في الامارات. فطبعا المنتخب عايزنا والنادي عايزنا. هنا المشكله بقى ما بينهم، احنا مش طرف، احنا لعيبه، احنا يقولوا شمال شمال يمين يمين. فروحنا اسماعيليه طول ما انا في ايوه بس معروف انه المنتخب طبعا بيبقى فيه تفرغ يعني، بس مش بتاعتي يعني. انا اقصد احنا برضو كنا لسه. كنتوا كام سنه؟ كنا حوالي 17 16 يعني سنه، لسه صغيرين شويه. فروحنا وبعد كده يدوروا عليكم في المعسكر ما لاقوكوش. ما فيش بقى تليفونات بقى، مصر كلها فين احمد فتحي؟ فين حسني عبد ربه؟ مش موجودين. احمد طبعا قاعد متنشن وانا قاعد اضحك. انا كنت اللي عليا اللي انا المهم رحنا بالليل معناش لبس ولا بتاع، اشترينا اللبس وبضعنا 100 100 ومن النادي ودونا نايك يعني وبضعنا شنط قد كده وخدنا ورحنا البيت. وكان مين المدير الفني ساعتها بالمنتخب؟ كابتن حسن شحات منتخب الشباب برضه كان معانا يعني. وخدنا الشنط بتاعتنا واشترينا اللبس و100 100 ورحنا التمرين في النادي وحضرنا التمرين والجمهور والناس فرحانه وبتاع. ومصر اتقلبت بقى علينا، لازم ترجعوا منتخب مصر الصبح، مش لينا بقى،
المحافظ اتدخل واكيد الوزير وكان في اتصالات. ايه الكارثه دي؟ جالنا تليفون الصبح يجي اخوك انت هيحطوك هنا هتلعب هيحطوك هنا هتلعب. جالنا تليفون الصبح تبقوا في الحته الفلانيه هيجي اخوك واحد كذا كذا، وفعلا الصبح جالنا عربيه رحنا رايحين تاني المنتخب. ادي كل وانت مالكش دعوه. وانا ماليش دعوه. لا حسن شحاته قال لكم ايه ساعتها؟ ما هو عارف اللي احنا ما لناش ذنب، يعني هو عارف رئيس النادي جالنا وخدنا، فهو بالتالي احنا ما لناش يعني ذنب في اي حاجه. قال لك احمد فتحي وحسني عبد ربه اتخطفوا من المعسكر الخطف بقى بس انا مبسوط، انا كنت قاعد اضحك ورحنا خدنا لبس واتفسحنا ورجعنا. هعمل ايه يعني؟ احنا في الموقف ده ايه المطلوب؟ هنعيط ولا هنعمل ايه؟ لان هم مع بعض هم حرين، هم اللي يحلوا المشاكل، احنا زي ما حضرتك قلت هنا بس يعني. ايوه بس اكيد لو كنتوا اكبر شويه في السن كنت هتقولوا انه ما ينفعش يعني. اكيد لا ما اكيد طبعا يعني اكيد بس احنا ما كناش ساعتها يعني مش عارفين احنا في ايه او الموضوع ايه بالظبط. بعدين ما رئيس النادي برضو يجي الكبار يتكلموا مع بعض. الكبار يتكلموا مع بعض يعني. بس انت علاقتك بقت مع كابتن حسن شحاته علاقه قويه جدا. لا ده وهو بيعزك جدا. كابتن حسن بالنسبه لنا بقى يعني اب في كره القدم مش مدرب. يعني كابتن حسن حتى الجيل بتاعنا كله بيتعامل معاه اللي هو اب لينا كلنا، مش مدرب للعيب كوره. بتفرق. وفي حاجات كتير قوي بقى انسانيه كمان، يعني تحس ان انت بتبقي في وقت متضايقه، في وقت نفسيا صعب تمر بحاجات كتير، بتلاقيه كابتن حسن الحته المعنويه بالنسبه له هي كل حاجه. فالكابتن حسن لو قعدت اتكلم من هنا لنهايه الحلقه طبعا مش هقدر اديله حقه يعني. اقرب واحد ليك من المنتخب كان احمد فتحي وعماد متعب. عماد بقى كنا بنقعد على طول في الاوضه بقى، يعني مراحل واحد الناشئين دي كنت بقعد انا واحمد. بعد كده اول بقى ما طلعنا المنتخب الاول كان عماد متعب معايا على طول بقى لحد ما هو بطل قبلي في المنتخب. حد كلمك بعد فيديو الاعتزال؟ عماد على طول معايا يعني. عماد قال لك ايه يا عماد متعب؟ يعني احنا كنا بندردش، حتى هو لما اعتزل كنت قاعد اكلمه وكده، فقال لي الموضوع صعب وانا ما اقدرش. هو اللي كان بيقول لي قبل كده. فلما انا بقى بطلت هو اتصل عليا وقال لي يا ابني ده قرار يعني انا شايفه من وجهه نظري صح، وانت طالما انت انا حكيت له طبعا تفاصيل وبتاع، قال لي لا انت كده تمام وما تندمش على حاجه، احنا عملنا الحمد لله وانت عملت الحاجه اللي تفضل ذاكره ليك ولعيالك الحمد لله. فيمكن الاثنين دول في مراحل مختلفه، احمد في مرحله الناشئين وطبعا عماد بقى مرحله فريق المنتخب الاول. طول عمرنا كنا مع بعض يعني. بعد 25 سنه في المستطيل الاخضر وفي الملاعب حققت فيهم حاجات كتيره لاسمك ولناديك ولمنتخبك ولابو سوير. تمام. قريتك في الاسماعيليه. ايه حلمك الجاي؟ ايه الخطوه الجايه محطتك يا كابتن حسني؟ يعني انا عندي حلم برضو، يعني الحمد لله اللي يعيش من غير حلم مش هيبقى له هدف ومش هيحققه. من احلامي الحمد لله ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه ان انا اساعد نادي الاسماعيلي. اساعد نادي الاسماعيلي في بوزيشن انا شايفه بالنسبه لي هو حلم، ان انا ابقى رئيس في يوم من الايام. اسعى اشتغل ليه واتمنى ان انا ابقى على قد المسؤوليه لو الناس فعلا متمسكه ان انا ابقى في البوزيشن دوت واخلص لهم واديهم. يعني انت حلمك مش التدريب، انت حلمك ان انت تبقى رئيس نادي الاسماعيلي باذن المولى. يعني انا الحلم ده انا الحلم ده عندي من سنين، يعني عندي من سنين اللي انا شايف المكان ده مظلوم، شايف المكان ده حاسس بالناس، لان انا كنت بروح النادي وانا صغير واقعد في المدرجات واشجع. فشفت قد ايه الناس دي بتحب النادي بجد، بس مظلومه لامور كتير جدا. نفسي ان يبقى اي حد مسؤول بيبقى مسؤول عشان خاطر هو بيحب المكان اكتر ما بيحب نفسه. هو ده اللي انا نفسي اعمله لنادي الاسماعيلي. لو بقيت رئيس نادي الاسماعيلي هتعمل ايه؟ بعمل حاجات كتير. يعني ده كاني بسالك برنامجك الانتخابي يعني. لا اكيد انا يعني انا بصي المكان اللي هينجحك اكيد في بلان هتمشي عليه، مش هتمشي لوحدك لا يعني حلمك ايه للنادي؟ عايزه يعمل ايه؟ حلمي اللي انا اجيب ناس معايا كوادر النادي، ناس تقدر ترفع معايا النادي لفوق، ناس بتحب النادي بجد. واهم حاجه انا شايف النادي بيعاني منها هو الموارد الثابته. النادي الاسماعيلي هي دي مشكله النادي الاسماعيلي، وزائد الفكر. احنا للاسف مفيش بلان بنمشي عليه، هي دي مشكلتنا في النادي الاسماعيلي. بنمشي يوم بيوم وبكره هنعمل ايه، بعده هنعمل ايه، احنا مشينا دوت ودوت، طب مين اللي جاي ومين اللي بيبقى في المكان المناسب. يعني لما تيجي حضرتك تشوفي مثلا في اللجان التعاقدات مع اللعيبه اللي بتيجي او اللعيبه اللي بتمشي،
ما هو انت المفروض انت بتحط خطه مع مدير فني او بتحط خطه، في بيبقى راجل مسؤول بيشوف الفرقه ماشيه ازاي، مين اللي هيمشي، مين اللي هيجي، هنجيب مدرب مين. الحاجات دي انا بقى بخلال خبرتي اللي مريت بيها دي انا ممكن انا اديرها كويس، والاهم من ده يبقى معايا ناس اهل خبره، انا مش هشتغل لوحدي. انت شايف تجربه كابتن محمود الخطيب في رئاسه الاهلي ازاي؟ لا شايفها يعني هو مظلوم. يعني على فكره كابتن محمود برضو جه في وقت فيه ظلم لحاجات كتير، اجيال بطلت، اجيال انا بتكلم يعني عشان يعني لاعب كوره او نجم لنادي ايقونه لنادي ويتحول رئيس نادي، عشان كده جاي السؤال. تجربه بالنسبه لي تديني دافع ان انا اخش في المنطقه دي، ان انا ابقى ليه ما اكونش رئيس زي الكابتن محمود، وليه ما يكونش في الزمالك رؤساء لعيبه. بالرغم من الاشتباكات والمشاكل الكتيره اللي حصلت من بعد تقلد. اكيد هيبقى برضو ما فيش اشتباكات، طبيعي جدا في اي مكان بيبقى فيه وجهات نظر، ناس معاك وناس ضدك، انت مش هتخش مكان يبقى كله بامبي يعني مفروش بالورد، يعني اكيد في مشاكل، بس انت هتبقى قد المشاكل دي وهتعرفي تحليها ازاي، هتعملي البلان بتاعك او الخطه لايه. بس الاهم من ده بقى يا استاذ منى، انا عايز برضو اقول لاهل الاسماعيليه او المحبين النادي الاسماعيلي، اهم حاجه العضويه، لازم الناس تعمل عضويات في النادي الاسماعيلي، لان احنا عندنا مشكله، اي رئيس نادي بيجي بيبقى عنده كتره من العضويه معاه، هو اللي مسيطر عليها، فبيجي النهارده جمعيه عموميه مفيش حد هيقول ولا، خلاص هم امين، هي دي المشكله. انما انا النهارده انا عايز الناس هي اللي تحكم النادي، الناس هي اللي تقول للرئيس ده امشي بجمعيه عموميه او اقعد بجمعيه عموميه، الناس دي تحاسبك انت عملت ايه وما عملتش ايه، انما للاسف لا. اعتقد انه الحلم اللي انت بتقوله ده في يوم من الايام، في يوم مش بعيد هيتحقق ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله، يعني ده حلم ان شاء الله. انت ليك تاريخ كبير ومحترم ومشرف في الكره المصريه. صحيح انه لحظه الاعتزال صعبه على اي لاعب موهوب، انما خلينا نقول ان هي بدايه لمشروع تاني يضيف للكره المصريه ولا ينتقص منها. كابتن حسني عبد ربه نجم المنتخب ونجم النادي الاسماعيلي اللي اعتزل الاسبوع اللي فات. يلا نحتفل بقى ولا ايه؟ انتي عنبايه وانتي تفاحيه وانتي منجايه وانتي فراوله. احنا كنا من صغرنا كنا بيقولوا لنا عيب اخش على سوبر نجم، مثلا بشتغل مع عبد الله غيث، بشتغل مع محمود المليجي، بشتغل مع توفيق الدقن، بيقولوا عيب تمسك ورقه قصاده. التجارب الاولى دايما بيبقى لها مذاق خاص، بيبقى فيها روح مختلفه. بتكلم على التجارب الاولى، حتى ولو كانت التجارب الاولى دي مش مكتمله بيظل لها كده رونق ومذاق محبب لأي حد بيشاهد أو بيتابع أو بيشوف التجربة الأولى. من التجارب الأولى في الدراما في عالم الإنترنت مسلسل اتعمل 15 حلقة، مش عشان يتذاع على التلفزيون على الإطلاق، هو اللي مثلوه واللي كتبوه واللي نفذوه كلهم وجوه شابة أو شباب عملوه للعرض على الإنترنت وفقط. مسلسل لايت كوميدي اسمه أنا شاري.com. رمزي السيوفي برسم كفيش عيني، ابوه راجل اعمال كبير قوي، شغال هنا وصاحب المكان في نفس الوقت. ولما عرض عليه ابوه انه يدير الكافيه بتاعه بص لي هنا، وافق على طول. انا بني ادمه حالمه ما تقدرش تعيش من غير هدف لحياتها. شيري القاضي 25 سنه. بابا نعم، احنا مش هينفع نكمل مع بعض يا بنت. خلي الهدايا دي معاكي. انت عبيط يالا، انا هنشر الحب يا جماعه. سكسي ها، لقيت الفكره اللي هترجعنا احسن من الاول. مي سالم مستشارة علاقات زوجية. قول لنا طب نعمل ايه؟ وانا مالي، هو انا المتجوزه ولا انت؟ ما عندكيش وصفه حلوه لينا؟ صبر تخت ويكس. نورة عليوة عندك يا باشا من العمرانية شارع المستشفى. بس هي اوفر شويه. احنا دلوقتي ترنك منيل ب 60 نيله على السوشيال ميديا وانت امتياز عمري بلوك. شيرين انت بتجري عليا؟ لا طبعا ايه كاتمه؟ انا لقيت مشروع العمر وعايزاكم تساعدوني. فساتين لبستها ممثلات زمان، سعاد وتحيه وميرفت. شوفوا بقى لو بعنا الواحد يساوي قد ايه. ايه رايكم في المفاجاه دي؟ I'm so excited. هو انا اللي خايف منك. security العظيم بنفسه على السطح عندي كمان. احنا هنسمي الويب سايت ده ايه؟ شيري. انا شاري.com. برحب بيكم وسعيده بوجودكم، كنت سعيده بالتجربه بشكل عام وبشكل خاص سعيده بوجود الفنان الكبير عماد رخاء. الله يخليك، ميرسي يا فندم. قبل ما ندخل في تفاصيل موضوع الانترنت والتلفزيون والفرق بينهما، كل واحد يعرفني بدوره في المسلسل. ساره انت بتعملي مشاريع شاري
شيري بتعمل مشاريع فاشله وناجحه ولا بايه؟ هي شيري اكتر حاجه عايز توصل لها في حياتها ان هي تبقى ناجحه، فحاولت كتير تعمل مشاريع وفشلت فشل ذريع، ويعني مبهدله معاها صحابها خالص، لحد في الاخر بالصدفه كده اكتشفت مخزن مامتها كان عندها فساتين بتاعت فنانات قديمه، فقررت ان هي تعمل سايت على الانترنت اسمه anachir.com وتبيع عليه الفساتين. انت العقل المدبر يعني. بالظبط. انت بتشتغلي امن، فرد امن؟ انا فرد امن، انا نور عليوه بلا فخر يعني. بشتغل امن في مول وما بعديش اي حاجه يعني، وشايفه شغلي صح يعني مدققه زياده عن اللزوم. يعني طلعت قصافه من شنطه حد وهو معدي وما عدتهاش يعني. مديرك بقى بكري؟ مديري وبحبه. مديري وبحبه. هو بكري يتحب قوي. فمديري وبحبه ودايما مقلله من نفسي، شايفه ان انا ولا حاجه وان هو حاجه اكبر حاجه في الدنيا. ده في المسلسل. الحقيقه برضه. انت بتشتغل معاهم في الامن؟ انا المفروض مدير جيلان في المول، شخصيه وائل، ووائل ده يعني شخصيه مش يعني الى حد ما مش تمام خالص يعني بعشمها كده في حاجات كتيره وفي الاخر للاسف قاسي بيغدر بيها حرام. اعملها من نفسي مره يعني، اعملها بتتعمل معايا على طول في الحقيقه يا استاذه منى والله. ليه؟ انا مقيم في الفريند زون يا استاذه منى. ليه؟ والله يعني. ازاي يا بكري؟ يعني حظي وحش شويه في حته الارتباط ده. يعني اي واحده تحبها تقول لك انت زي اخويا؟ فخدت حقي من يعني، ده مش اي واحده، ده كلهم. ده كل واحده. للاسف. يعني حاولنا نطلع الطاقه دي كلها في جيلان في المسلسل والحمد لله يعني. لا ده بيقول ان انت انسان طيب وكويس. الحمد لله جدا. ان شاء الله هتلاقي بنت الحلال اللي ما تحطكش في الفريند زون تاني. محمد انت في المسلسل يعني انت ابن ناس ووالدك غني بس بقى بتعتمد على نفسك. رمزي هو بابا عنده كافيه، بس هو قرر ان هو يشتغل في الكافيه ده زي اي حد خالص، مش ما عندوش اي مميزات خالص، بس هو بيحب شيري. هي بقى بتفضل يعني تدوخه شويه في المشاريع اللي هي بتعملها، في الفشل اللي هي بتقع فيه، لغايه ما بيحبوا بعض في نص الاحداث يعني، وبينجحوا في المشروع اللي هم بيعملوه. بنعمله وانت فعلا كده في لا انت كده في الحياه لا مستحيل. لا على ايه؟ لا بس احنا بنعمل فعلا البروجكت كله معانا مع بعضينا يعني. لا يعني هو لقيت في المسلسل بس يحبسنا. انت مستشاره علاقات زوجيه؟ انا مستشاره علاقات زوجيه والعقل المدبر ومعقده شويه. بكره الحب شويه كتير والجواز والرجاله، ويعني متهيألي اي اتنين مع بعض دي مصيبه ولازم يسيبوا بعض. اعوذ بالله. استاذ عماد رشاد، انت مذيع النشره الجويه؟ مذيع النشره الجويه وابو ساره في المسلسل. هو المفروض كان عنده طموحات في الحياه ما قدرش يحققها، فحاسس بفشل داخلي. كان الاول بيحاول يقف في طريق بنته على اساس انها بتشتغل بذكريات مراته، بالفساتين بتاعت التصميمات بتاعتها. وبعدين في الاخر بيساعد بنته بعد كده انها تنجح في حياتها. ازمته الشديده في حياته كانت اخلاصه الشديد جدا لمراته اللي فقدها بدري، يعني كانت اتوفت هي، فده خلاه حاسس انه عايش جوه نفسه في وحده شديده يعني. فابتدى ينتمي بقى للمجموعه ديت عشان يكمل حياته ومسيرته في الحياه يعني. مين بقى اللي قال لكم تعالوا يلا نعمل مسلسل على الانترنت؟ انا اللي قال لي استاذ رامي رزق الله. فيو هي اللي جمعتنا. استاذ رامي رزق الله هو اللي جمعنا، هو المخرج. هو فيو المنصه اللي بيتعرض عليها المسلسل، وشركه اولد برودكشن هي الشركه المنتجه للمسلسل، فهي اللي عملت ايوه. يعني بالنسبه لكم كان حاجه لطيفه في الاول، يعني اول ما اتقال لكم انبسطتوا ولا؟ ممكن اتكلم عن الاكسبيرينس بتاعتي؟ اتفضل. انا اصلا بتفرج على مسلسلات على الانترنت، ودلوقتي بقى ده يعني في الجيل بتاعي كله يعني حتى بتكون ميني زي anachir.com 15 حلقه السيزون، ويعني انا وصحابي بنقعد ممكن في قعده نخلص سيزون، يعني يوم 2 نبقى مخلصين مثلا 2 سيزون 3 سيزونز. مبسوطه جدا ان احنا خدنا سبق اول مسلسل، اول تجربه. وانتوا؟
انا بصراحه شايف ان هو تطور طبيعي. يعني حتى قبل ما يجي لي المسلسل كنت بفكر انا وحد صديق ليا ان احنا عايزين نعمل مسلسل على الانترنت. شايف انه التطور اللي جاي من الجورنال للراديو للتلفزيون الارضي للقنوات المفتوحه بقى في دلوقتي منصه جديده دخلت الدنيا، منصه جديده كذا بلاتفورم موجود يعني، وبيعمل مسلسلات حلوه احنا بنتفرج عليها. فانا شايف ان ده تطور طبيعي يعني عادي للدراما للسينما. في الاونلاين يعني اسهل بكتير ان مثلا تجربه شبابيه كده دلوقتي عشان منتج ياخد الريسك ويجيب ناس يعني لسه بيبتدوا حياتهم ويعملوا مسلسل 15 حلقه بس. هو مش جوه القالب بتاع 30 حلقه ولازم تبقى ساعه الا ربع عشان الاعلانات ولازم حاجات معينه علشان ما اعرفش ايه ولازم نجوم عشان نبيع مش عارفه ايه. كل الحاجات دي كلها وان يور اونلاين لا مفيش يعني مفيش الريستريكشنز. فورمات جديد في كل حاجه. الموضوع يخض بصراحه. انت اتخضيت؟ اتخضيت لان انا كنت عارف ان احدى الشركات اللي بتعمل الموضوع ده مشتركينها في سنه وصل 137 مليون مشترك. رقم يخض. زائد ان ارباحها في سنه نص مليار يعني شغاله. زائد عملت في موسم واحد السنه اللي فاتت 126 عمل ما بين شرقي وامريكاني وانجليزي وهندي. فده معناه حسيت ان لا دي حاجه جامده بقى، ده المستقبل، ده اللي جاي. يعني اذا كانوا في بداياتهم ووصلوا للارقام دي، مين مؤسسه تعمل 126 عمل في سنه؟ فقلت لا ده يبقى ده اللي جاي وده اللي هيمشي. فيبقى انا محظوظ ان اشتغل في اول عمل يتعمل في الشرق الاوسط. فعايز اقول لك ان انا اهتميت بيه كما لم اهتم بشيء في حياتي قبل كده. طب انا ادائك في المسلسل ده، انا شفت حلقات منه استاذ عماد، قد ايه اداء مبهج كده ومنور لانه كوميدي. انا لازم اعترف لك بالذات لما جاب لك الكتاب اللي انت الفته. طيب كل واحد بقى يحكي لي عن نفسه شويه. انا اعرف عنكم طبعا حبه حلوين، بس احب كل واحد يقدم نفسه بالطريقه اللي هو يحب انه يتقدم بيها. الناس شافتك يا ساره في كلبش وكرهتك في رحيم جدا. بتكلم على الادوار مش ايوه بس يعني على مدار رمضانين انت الناس عرفت شكلك. لا احكي لي عليكي. انا عديت بمرحله اوديشنز كويسه قوي في الاول. انا معهد فنون مسرحيه تمثيل واخراج صح بالظبط. اتخرجتي ولا لسه؟ انا في سنه رابعه خلاص اخر سنه. وبعدين كنت محظوظه ان انا كنت في جروب الاب الروحي اللي اتجمع كده من مجموعه شباب. دكتور بيتر ميمي يعني بجد ليه فضل كبير جدا عليا، ومستر ريمون مقار طبعا. المسلسل ده عرف الناس بيا وبوشي اكتر، بس الحمد لله مبسوطه جدا يعني باللي انا وصلت له لحد دلوقتي. يعني انتوا في المسلسل ما يعني كل واحد له دور. صحيح الاسم على شاري بس كلكم ابطال. يعني انا قادره اشوف الدراما متوزعه عليكم انتوا الاثنين. جيلان انا اتخرجت من اذاعه وتلفزيون اعلام، وطول عمري طموحي ان انا ابقى مذيعه واعمل برنامج وكده. وبعدين بعد شويه انا اصلا نفسي امثل طول عمري بس بابايا ما كانش موافق. وبعدين قلت خلاص الباب ده مسدود، فخلينا افكر في ان انا ابقى يعني يعني دخلتي كليه اعلام تحايل. وبعدين يعني الحمد لله الموضوع مشي، وبدات مع ابو حفيظه مع اكرم حسني وبتاع. وبعد كده شويه شويه الموضوع اتطور. يعني عملت دور في مسلسل، بس انا دايما يعني بيحصروني في يعني سمكه قرعه يعني يعني دايما يا سمكه يا قرعه. يعني بالنسبه لي المسلسل ده بني ادمه، ودي كانت حاجه سمكه وقرعه دي. انا وطلعت صح. السمكه طلعت في رايح المدام، مسلسل رايح المدام. عملت حلقتين ان انا سمكه محجبه طالعه من البحر. فعاده انت المرميد يعني بتقولي انها تبقى حاجه بقى ماشي، تلاقيها ايه ماشي جنب بقى ايه هنحجبك ومفيش ميك اب خالص ماشي. يعني ده الباب اللي هيدخلني ان شاء الله على اللي بعده. اخش اللي بعده الاقي نفسي لا قرعه فيلم كويسين. ده كان في عيد الاضحى. احمد فهمي دماغه طبعا. احمد فهمي دايما مش عارفه ليه، يعني نفسي اعرف سر ان ايه. يلا يا جيلان، يعني يلا يا سمكه ديل قاعده في ديل طول الوقت، يلا قرعه قاعده في قرعه وكلها بقى هنا والتهابات وحروق
مش عارفه عشان يطلع امكانياتك. ما هو بقى لما جالي المسلسل 15 حلقه ما كلمني استاذ رامي، هو استاذ رامي يعني متبنيني فنيا من ايام ابو حفيظه، فاستاذ رامي قال لي جيلان عايزك بقى في دور برضو البنت هتبقى ايه بيئه شويه كده، وانا بحب الدور البيئه بس ايه طلع لي بني ادمه. انا ما طلعت بني ادمه فقلت والله اهو في امل. يعني انت خريجه اعلام، اخترتي التمثيل من اول لحظه وبداتي في التمثيل اللي في البرامج، وبعد كده لا بدات الاول مذيعه راديو اونلاين، كان في محطه راديو اونلاين، وبعدين دخلت ابو حفيظه، ومن ابو حفيظه مسلسل في كذا كذا كذا، وحاليا مذيعه راديو برضه. راديو ايه؟ نغم اف ام. هاشتاج. لا طب قولي لي انت بتقدمي ايه على نغم اف ام؟ بقدم برنامج اسمه هاشتاجه. هاشتاجه بالجيم. هاشتاجه. بكري؟ انا برضو ابتديت مع جيلان في راديو. انا يعني قصتي غريبه عشان انا كنت كليه طب، من كليه طب 3 سنين درست بزنس، وبعد كده اشتغلت في راديو اونلاين، فهي حاجات مالهاش علاقه ببعض. طب قولي ايه اللي يعني انت سبت طب؟ انا ما كانش ينفع ابقى دكتور. ده حقيقي. يعني انا بجد ما كانش ينفع ابقى دكتور. يعني هيبقى حرام، يعني ضميري مش جبت مجموع يدخلك طب لا يا ما بكري؟ هي برضه كانت خاصه يعني. مش يعني الاستاذ ما تحرجيهوش بقى. يعني لازم دخلت طب يعني من باب خلفي. انا اسمي بكري، جدي اسمه بكري وكان دكتور في سوريا معروف جدا. فقال لك بكري وبكري فيلا، ومن وانا قد كده بيقولوا لي يا دكتور بكري، وبيجيبوا لي اللعبه اللي هي السماعه الصغيره دي، فيلا طب يلا طب. طب كويس. بس انا جبت يعني انا صاحب سابقه ان انا يعني انا في امتحان التشريح دي انا سبت الكليه بسببها 12 من 120. اعوذ بالله. والله العظيم والله العظيم. واحد كتب لي جنبها في النتيجه مطلع كتب لي 1000 مبروك. فانا ساعتها انا اكتشفت ان 12 دول يعني هو جه على نفس اليوم اداك 12. جبت الادوات ممكن على حضور يمكن او جبت يعني كان درجاتك وحشه في طب. فكان وحشه جدا. طب واجهت العيله ازاي دي اللي طول الوقت بتستثمر في ابنها اللي هيبقى دكتور؟ يعني عملت ايه معاه؟ لا قلت لهم خلاص ما بديهاش، يعني لازم امشي، يعني ما ينفعش ان انا اسلم، يعني انه مريض ما ينفعش انه دكتور جايب 12 120 يكشف على حد. انا اخر اكشف على عصفور يعني لكن ما ينفعش اكشف على بني ادم يعني. سبت الكليه، بعدين درست بزنس، خلصت بزنس، اشتغلت في راديو اونلاين مع جيلان، كنا بنقدم برنامج، ومن خلال اكرم حسني هو بعد ربنا يعني صاحب الفضل عليا يعني انه اظهرنا يعني في ابو حفيظه. احنا عملنا فيديوز اونلاين علشان نقول للناس احنا ما بنعرفش نمثل، فبعتنا لناس كتير قوي بس ما حدش عبرنا، بس هو اكرم حسني الوحيد اللي عبرنا وقتها، وعشان هو كان البدايه يعني. انا سكريبتات بكري الكوميديه هايله. الله يخليك. محمد؟ انا خريج معهد فنون مسرحيه قسم تمثيل واخراج. احنا انا وساره كنا في المعهد، بس ساره كانت اصغر. عادي لفيت على اوديشنز كتير، كاستنج كتير، بس لما اتخرجت ما كنتش لاقي يعني وظيفه كممثل، فاشتغلت صحفي. قعدت سنه كده في حياتي اشتغل صحفي في جورنال التحرير في الصفحه الفنيه، وبس قعدت بقى الف بقى ايه كصحفي واكلم ممثلين، واوقات كنت بكلم ممثلين كانوا زمايلي في المعهد وكنا عارفين بعض، بس بكلمهم كصحفي وباخد منهم اخبار وكل ده. طب يعني كنت متضايق يعني؟ انا طبعا طبعا مني في ايه حلوه برضه يعني. انا يعني بس مش وانت ممثل، مش وانت خارج معاه فنون مسرحيه قسم تمثيل واخراج. ايوه يعني بتكلم، بس هم عارفين ان انت زميلهم. لا ايه ده بجد؟ ايه ده اسم تاني يعني؟ بقول محمد بس اوبس برقم تاني، ما كنتش بقول ان انا كنت بتكسف لحد ما في يوم قالوا لي في الجورنال انت هتغطي مهرجان، وكان مهرجان القومي للسينما. يا فضحتي. ورحت المهرجان. بعد اسبوع سبت الجورنال واكتئبت، وقلت خلاص انا هعمل مسرح، واسافر بره مصر. وسافرت من المغرب على فرنسا، وقعدت شويه في فرنسا حلوين، ورجعت قالوا لي في اوديشن لفيلم جديد، كان فيلم اسرار عائليه. انا بسنت عملناه. واضح ان انتوا شله يعني مين رباطيه. ايوه طبعا. فعملناه انا وبسنت الفيلم ده، ويشاء القدر، وده يعني حاجه كنت بحسها دايما علامه من عند ربنا، ان انا سبت البلد وسافرت وقلت هسعى في بلد ثانيه وهعمل كل ده، ان فيلم اسرار عائليه ينزل ويدخل مهرجان اللي هو مهرجان القومي للسينما، وانا اخد جائزه تمثيل في نفس المهرجان اللي انا رحت وانا صحفي. طلعت على الستيج وخدت جائزه تمثيل وانا ممثل. لا دي محتاجه تسقيفه كبيره جدا. دنيا عشان
تاخديش جايزه زيك يا محمد. بص ده دول اخوات. طب معلش، اصحابك الممثلين او اللي كانوا زمايلك ممثلين وانت كلمتهم كصحفي بعد كده ما قلتلهمش ان انا محمد اللي كنت بكلمكم؟ لا فعلا؟ طب ما تقول لنا ناس اهو قال اهو دلوقتي. لا يقول لنا بقى مين بقى عشان حسن الرداد، ايتن عامر، دول كانوا زمايلي في المعهد. انا يعني هم كانوا اكبر، انا كنت في اولى هم في ثالثه، فكنت بكلمهم يعني باخد منهم اخبار. بس اعتقد لا حسن يعرف ولا ايتن تعرف لغايه دلوقتي. هم دلوقتي عرفوا هم عرفوا محمد اللي كلمهم من كام سنه على انه صحفي، ودي حاجه محترمه جدا. هو محمد اللي اخذ جائزه التمثيل في المهرجان القومي ده. يعني الحقيقه مكتمله. هاتي ما عندك يا بسنت. انا انا خريجه جامعه امريكيه، فاينانس ميجر يعني، واشتغلت في حاجه اسمها استثمار مباشر، برايفت اكويتي، في شركه ما، اكبر بنك استثمار في الوطن العربي. وكنت طول عمري بحب التمثيل جدا، بس كنت في السن ده يعني بحب الماث قوي، بحب الحساب جدا، وعايزه ابقى بزنس وومن اندبندنت بقى، فعلا وومن بقى، مش عايزه بقى راجل يصرف عليا، ومش عايزه ابقى معتمده على نفسي. معلش ليه بيتخانقوا لما بيقولوا؟ طب معلش يا بسنت، ممكن او الحقيقه طبيعي جدا انك تبقي اندبندنت وومن ده ساعتها وانت هاديه. لا ده ساعتها معلش ليه بيبقوا متعصبين وهم بيقولوا كنا بنصور الفيلم كانت بتيجي ببدله. ايوه عمري ما انسى. انا كان اول فيلم ليا، وهي برضه كان اول حاجه ليا، فكنت بشوف ممثله جايه لابسه بدله، فقلت ممثلين بيجوا التصوير بالبدله ولا ايه؟ قلت لا انا شغاله اصلا. انا كنت زمان من البنك بقى ولا من الشركه بتاعتها. انا ساعتها كنت فاكره يعني، كانت دماغي متخلفه كده. بس انا يعني اكتشفت بعد ما اشتغلت شويه في الشغلانه دي ان ده مش اللي انا بحبه. انا بحب التمثيل ومش عايزه اضيع عمري بعمل حاجه انا مش بحبها، حتى لو انا بامن مستقبلي يمكن اكتر. التمثيل انا يعني ما اعرفش حد قوي والكلام ده كله، ات واز فيري ريسكي. فابتديت اخد كورسات، خدت مع كل الناس في مصر قفلتها. انا احب اعمل حاجه صح يعني، وفضلت بقى انا عامله سوبرمان كده، اللي هو كلارك كانت وسوبرمان بالليل. بمثل بالليل والصبح في الشغل عادي جدا. وفضلت بقى قاعده الحوارات دي بقى لغايه هذه اللحظه. لغايه انت شغاله في لا مشيت من البنك ده عشان يعني كان الوقت والورك كتير قوي، ما كانش نافع مع التمثيل. بس شغاله في شركه نفس الشغلانه بالظبط، بس الريكوايرمنت ساعتها اقل شويه يعني. احنا بنصور هي طول الوقت اصلا ماسكه لابتوب وقاعده بتشتغل وماسكه ورق، انا مش فاهمه منه ولا كلمه، واحنا عمالين نتريق عليها. وبعدين انا يجي ميعاد الهوا بتاعي فانا بقى متلهوجه قوي، واحنا في الشغل حتى عملنا اغنيه. عملنا اغنيه عشان انا بقى عايزه امشي، فبغني في اللوكيشن، ما اعرفش طلعت كده، فكلنا بنغنيها قوي لما ميعاد الهوا يقرب. ايه بقى اغنيه ايه؟ غنيها بقى. يلا احنا غنيها كلنا مع بعض. 1 2 3. الساعة 5:30، الساعة 5:30، الساعة 5:30 وانا عندي هوا. الساعة 5:30، الساعة 5:30، الساعة 5:30 وانا عندي هوا. دي الاغنيه بقى اللي احنا كنا بنضغط بيها على الكرو كله، يعني كنا بنفضل ماشيين كده. هي اغنيه تضغط الاعصاب. وانا صغير خالص كده في ثالثه اعدادي كنت بستنى الباص كده في مكانه، وفي باص ثاني بيجي البنت ثانيه في مكان ثاني عشان بس اسلم عليه. خدت سنه. هو دلوقتي محمد بقى طلب صداقه على طول. خلاص. كنت دايما بكتب ستيتس بقول ان حضرتك هتستضيفيني في يوم من الايام وهقعد القعده. رساله لكل واحد واقف في مكانه فاكر انه كله على قديمه. لا مش كله على قديمه، ان الدنيا بتتغير، وانه اي حد دلوقتي او كتير من الناس تقدر تخلق المنابر بتاعتها من غير سلطويه، يعني من غير ما حد يتحكم فيها. اي ويب سايت جديد بعمله لازم احتفل بيه مع اصحابي. يلا نحتفل بقى ولا ايه؟ انتي عنبايه وانتي تفاحيه وانتي مانجايه وانتي المشكله مش في شيري لوحدها ولا انها لاسعه وكده، لا لا، دي الناس كلها اتجننت يا جماعه. بس بامانه المزيكا حلوه. شغل يا زميلي. ايوه مهلبيه اسكتايه استاذ عماد، لما بتشوفهم كده وهم في اللوكيشن
قد ايه بتشوف اختلافات ما بين جيلهم وما بين الجيل اللي كنت بتمثل معاه قبل كده؟ يعني قول لي مثلا دول انه المجموعه الشباب دول مثلا ملتزمين اقل اكتر، انه الحياه بتاعتهم اسرع ابطا، يعني اديني كده مقارنه. هو من ناحيه الالتزام مش دول مش قصدي هم شكاية مع دول، يعني كان مع الجيل الجديد عموما. لا جيلنا كان التزامه اكثر بكثير، يعني الجيل اللي انا طلعت منه كان التزام يعني. غير الالتزام انه ممكن طبعا هم السرعه، الحياه السريعه اكثر عندهم، الوصول للهدف اسرع كتير. يعني ايام جيلنا عشان واحد يتشاف على شاشه يعوزه 10 سنين 5 سنين 6 سنين. النهارده زي ما انت شايفه ممكن بتك على زرار. لو انا ما فيش حتى البرنامج الحلقه دي اتعملت وانا عندي موهبه الغنى مثلا، هقدر امسك عود واغني على واسجل لنفسي واحطها على الانترنت، هتطلع يوتيوب تطلع 50 اعيد فيها 50 مره. لو موهوب هتلقط. يعني دلوقتي الطريق بقى اسهل. تصدق بقى ان هم شايفين العكس؟ هم شايفين انه يعني عامه الجيل الجديد انه المهمه اصعب لانه المعروض اكتر. يعني زمان انا او انتوا اتكلموا عن ذاتكم، انا مالي هتكلم عنكم ليه؟ يعني مثلا زمان كان ايه 3 قنوات بس، فانت لو طلعت خلاص شكرا مصر كلها عرفتك. هنا على الانترنت في مليون واحد على الانترنت. ده حقيقي. ايوه لا خدوا لا كلموا استاذ عماد. كم عمل بيتعمل زمان مثلا ايام ما طلعنا احنا كان في مثلا بيتعمل 10 مسلسلات في السنه، وفي 10 نجوم وتحتيهم 30 40 صف ثاني و50 صف ثالث هم قايمين بالاعمال دي. ماليش اي مجال ان انا اخش ده، يعني ما فيش انترنت، ما فيش هيعرفوني ازاي؟ هو احنا مخرجين اخبط على بابهم اقول لهم انا موجود. كان فيها الحظ والنصيب كان ليه دور كبير قوي. لا دلوقتي في طريقه اسرع كتير الناس تعرفهم، زي الحلقات اللي عملناها دي هتقدم لمصر نجوم كتير هيطلعوا هيبقوا ينوروا الوسط ان شاء الله. لكن احنا ايامنا كانت صعبه قوي. والله وايامنا صعبه. لا انا شايفه ان ايامنا صعبه. انت ما تعرفش الصعب فيها. انا شايفه ان ايامنا اصعب جدا. المعروض زي ما حضرتك قلتي كده اكتر بكتير. في شلاليه. انا ما اعرفش في العصر ده كان في الشلاليه اللي موجوده دلوقتي ولا لا. بس اي بصي اي وقت واي زمان بيبقى في شلاليه. وممكن مثلا قبل كده كان اللي بيطلع بيبقى عشان موهوب بطريقه ما. دلوقتي في كتير قوي ناس طالعه مش موهوبين، ممكن عشان عندهم عدد فولورز معينين، ممكن عشان يعرفوا حد معين وات ايفر ات از. فكل الحاجات دي اي ثينك ان هي باينه قوي دلوقتي. او لا بيبقوا حلوين. لا انا عندي لا مش اساسي. لا مش اساسي خالص، مش اساسي. في بيبقوا حلوين. ممكن عشان عمل حاجه غريبه يبقى معروف. ممكن يعني السوشيال ميديا بقت منصه انه الواحد يعرض موهبته عليها ببلاش من غير اي قيود يمكن، او اتكلم في الموضوع اللي انا عايزه. يعني مثلا على الفيسبوك ابتدت ناس تعمل فيديوز او بتعمل فيديوز، مش ابتدت من زمان. وبرضه في موضوع الغنى يعني على الساوند كلاود اللي هو على الموازي للفيسبوك بس للناس اللي بتغني. ففي ناس كتيره ابتدت اسست فرق وعملت حفلات وابتدت يبقى ليها اسم. بس مين اللي بيبقى مين اللي بيتشهر؟ الكويس. لا طيب ده في مجال التمثيل. خلينا نتكلم في مجال العلاقات الانسانيه يا استاذ عماد. قول لي كده عن الحب ايامكم، والحب بتشوفهم بيحبوا وبيتواصلوا ازاي؟ ده لا انا بالنسبه لي كان يعني مثلا فاكر وانا صغير خالص كده في ثالثه اعدادي كنت بستنى الباص كده في مكانه، وفي باص ثاني بيجي البنت تانية في مكان تاني عشان بس اسلم عليه. خدت سنه. اوف مثابره. سنه 12 شهر. كان صعب جدا اعمل ده. يعني دلوقتي سنه دي ممكن يتقابلوا في 5 دقائق ويقعدوا في مكان يتكلموا براحتهم يعني في النادي لكن انا قعدت سنه عشان اتجرأ وابتدي اتكلم معاه. ده هو دلوقتي محمد مال طلب صداقه على طول. خلاص. تعالوا ما تاخدش منه فريند ولا يا محمد اد فريند. والله حاجات محمد خاطب. الحمد لله. محمد خاطب وملتزم. وملتزم. انا مش خاطب بقى وبوجه رساله اي حد مش ملتزم بقبل انا بعد البرنامج ده هتجوز ان شاء الله. ايوه بس انا عرفت حضرتك اتجوزت صغير في السن. انا اتجوزت وانا في المعهد 19 20 سنه. عندي بالظبط 20 سنه كنت متجوز. واو. وقعدت تفكر قد ايه بس؟ قعدت سنه في اعدادي. خدت وقتك فين بقى وانت 20 سنه؟ بقى انا اول مره عشان انا خجول على فكره جدا في موضوع العلاقات ده يعني. فاول مره اقول لها يعني ان انا بحبها لما كانت معايا زميلتي في المعهد كان في اكياس رمله كده كاتب لها عليها
استنى بس انتوا بتكتب لها على الرمل بحبك؟ كانت دي اول مره بقى اواجهها يعني ان انا بالحكايه دي. وكانت الحكايه انا بقدم معاها في المعهد في مشهد احنا الاثنين هي بتساعدني فيه. مشهد يعني واحد بيموت في واحده وبيموت فيها ايه يعني. عملت كويس قوي ساعتها. طيب خلينا نشوف مقاطع من مسلسل انا شاري .com اللي على الانترنت بس. ها ايه رايكم؟ واو ايه الجمال ده؟ ايش ايه يا بت يا شيري الفساتين دي كلها سرقاهم يا بت ولا ايه؟ اخرسي، ده ورث مامتي سايباهولي. وات؟ ماما ازاي يعني كل دي فساتين هي بس؟ وهو يعني ابوكي كان هيجيب لي ده كله منين؟ دي مخلفات العمل السيمة. انا بقى اللي كنت ماسكه مخزن الحبايب كلهم، سعاد وتحيه وميرفت. وات؟ مامتك بقى خدت كل الفساتين دي كده عادي ما حدش عمل لها حاجه؟ تبقى سرقاهم مش قلتلك؟ لا في السينما الهدوم راكور ولا ينفع تبوظ ولا يجرى لها حاجه، فهم بيعملوا ايه بقى؟ بيعملوا من كل فستان نسختين. انا بعمل ايه؟ اول ما الفيلم بيخلص باخد النسخه واسيب لهم الاصل. لا 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 دي مش سرقه على فكره، اصلا يعني الفيلم خلص، يعني الفستان ده ولا هيتباع، يبقى اسيبه ليه بقى؟ وهي برضك امك كانت بتاخد النسخ يا بنت. صورتوا 15 حلقه في قد ايه تقريبا؟ 5 أسابيع. 3 أسابيع. 5 أسابيع. 5 أسابيع. كويس قوي 5 ويوم لا كويس على 5 أسابيع ويوم. قولوا لي حلقه صغيره اصلها مش نص ساعه قصيره. كل حاجات المنتجات او محتوى الانترنت لازم يبقى قصير. طيب قولوا لي ايه من المشاهد اللي ما تنسوهاش ابدا في تصوير انا شاري .com؟ المشهد ده مش عارفه انا جالي مشهد وهي جالي كريزه ضحك وهي بتقول لي يا بات انا ما اعرفش ايه اللي حصل. هي كل ما تفتح الهدوم بتقول لي ده هي امك اللي خدت يا بت، وانا مش قادره، انا كنت بموت على نفسي من الضحك. وبدا الموضوع يبقى سخيف خلاص بقى اللي هو يعني خلاص يا ساره وانا مش قادره، انا ما اعرفش فيه ايه بس انا بشوفه بضحك جدا. بس هو كان استاذ رامي كمان بيزعق يعني جيب في لقطه كده بقى زعق انه عشان احنا ايه ناخد الموضوع بجد، لان انا بقيت اقول يا بت واضحك، ما هي بتضحك وهي تضحك فنبوظ اليوم. فكانت ده بيتهيألي المشهد اللي جمعنا كنا احنا الثلاثه واقعين. وكان في ممكن اقول بالنسبه لي انا كان المشهد اللي انا عيطت فيه، ده كان مشهد كده عيطت فيه وانا كنت فرحانه قوي ان انا عيطت. عملته حلو قوي. كنت فرحانه عشان انا دايما بعمل كوميدي، فكان نفسي اجرب الكآبه، وبعدين الكآبه بتجيب لقيت نفسها فيها بقى. يعني انت عمرك ما عيطتي في ولا دور؟ لا يا حبيبتي. فانا بقى ايه مستنيه اشوف انا هعرف اعيط ولا لا. فانا عيطت بجد بقى واتبسطت جدا. انا عيطت لدرجه ان انا فضلت اعيط بعدها بقى بتاع ربع ساعه. بقى ايه عيطت فاتبسطت قوي ان انا عيطت وبتاع، مستنيه المشهد ده ينزل جدا. وبعدين نزلته بقى قطعت حته بقى فلقيت ناس بتقول هموت من الضحك. لا قالت لي كده على المشهد ده. لقيت واحد بيقول لي هموت من الضحك. قلت له هتموت من الضحك ليه؟ قال لي انت بتضحكيني عامه. قلت له لا ما هو مش غباء يعني انا ده متعوب فيه انا بعيط. واحنا فتلت بنتنا بسم الله ما شاء الله سلك شائع. لا انا همشي خلاص. لا بهزر معاكي والله، ده انت قمر 14 يا روحي. بس بقى هاتي بقى الله يطلق وشك ده. بس انا عرفت ان انتوا مثلا استغربتوا شويه من انه استاذ عماد بيحفظ بسرعه جدا ما شاء جدا الله ما شاء الله يا استاذ. هو انتوا مش بتحفظوا الادوار بتاعتكم؟ بس هو ما شاء الله سريع جدا بالحرف كمان، راسي وهادي وداخل حافظ وعارف هو طبعا يعني متأسس. ايوه الخبره اكيد. فاحنا بنقعد نتفرج عليه كده واحنا داخلين عمالين نراجع المن والفي والعلى عشان نقول حاجه فيهم، وهو بقى تلاقيه ولا اي حاجه قاعد كده، وممكن نقعد مثلا نطول وبتاع وهو ما بيراجعش ما شاء الله. والله احنا كنا من صغرنا كنا بيقولوا لنا عيب اخش على على نجم مثلا بشتغل مع عبد الله غيث، بشتغل مع محمود المليجي، بشتغل مع توفيق الدقن، بيقولوا عيب تمسك ورقه قصاده. الراجل ده جاي جاهز، عبد الله غيث، توفيق الدقن، عماد حمدي، نور الشريف، الناس دي بنخش لهم ما فيش ورق في ايديهم، فحسيت انه عيب ان انا اخش بورقه قصاده. فيها بتشوفها فيها قله اهتمام او احترام ان انت بتراجع في اللوكيشن. أيوة انت كان عندك وقت تذاكر فيه. بالظبط كده. انا اكتشفت نفسي متاخر. الرواية دي هي حلمي اللي بجد.
يا حبيبي طبعا انا هبقى مبسوطه وانت بتعمل الحاجه اللي انت بتحبها، بس المورستان بتاع فيبي وراغب ده مش جوك، مش شبهك خالص، وما تقنعنيش ان هم صحوا جواك الحلم القديم. انت مش فاهمه حاجه يا بنتي، مش فاهمه حاجه. طيب دلوقتي قبل ما نختم الفقره دي انا عايزه كل واحد فيكم يقول حلم من احلامه كانت عنده واتحققت. يعني احنا مش عايزين في الاحلام المجهضه المنعدمه الضايعه، لا احنا عايزين الاحلام اللي اتحققت. استاذ عماد هتقول لي حلم كان عندك وحققته. ساره، بسنت، جيلان، محمد وبكري. انا كان من ضمن احلامي اني ابقى في المجال الفني، ابقى في المجال الفني عموما. فبدايتي كانت دخلت معهد سينما ومعهد تمثيل مع بعض، وكملت معهد تمثيل، قالوا لي ممنوع في المعهدين يعني. وكانت كل امنيتي ان انا احقق ذاتي في المهنه ديت من خلال شغلي يعني. فاعتقد ده من الاحلام اللي كانت عندي وانا طفل صغير. ان انت يبقى الكارير بتاعك هو. مين يا ساره؟ ده يبقى حلم كبير بس هقوله. انا ما كنتش عارفه، يعني جت عليا فتره ما كنتش كنت حاسه مش هعدي قدام كاميرا، ان انا ماليش حد في الميديا، ماليش حد، مفيش واسطه. تماما. بس انا دلوقتي الحمد لله انا ساتسفايد جدا وكفايه عليا الناس اللي بتوقفني في الشارع وبتقول لي احنا بنحبك او عايزين نتصور معاكي، او انا مبسوطه جدا بالمرحله اللي انا فيها، وده حلم كان نفسي اوصل له من زمان واوريدي وصلت له الحمد لله. يكبر. هو الموضوع صعب قوي يعني لان انا طموحه جدا، بس ممكن اقول من الاحلام اللي انا حاسه ان انا حققتها هي ان انا اكون في علاقه فيها حب مرضي بالنسبه لي، و يعني ابقى ساتيسفايد جدا بالعلاقه العاطفيه ها شيز وسترونج. استنى بس يا محمد. لا والنبي ما تستنى كان حلمك ان يبقى في حياتك قصه حب مرضيه بالنسبه لك وتحقق ده؟ الحمد لله. اتمنى للقصه دي يا رب والاستدامه يا رب ان شاء الله. طول عمري كنت بحلم ابقى ممثله مشهوره، واشوف لي صوره على افيش في يوم من الايام. وكنت دايما بقول لاصحابي على ده، يعني بقول لهم في يوم من الايام هيبقى ليا صوره على افيش وهبقى ممثله مشهوره، والحمد لله اتحقق. كنت دايما بكتب ستيتس بقول ان حضرتك هتستضيفيني في يوم من الايام وهقعد القعده. سيم لا يا شيخ اهي يعني امتى بقى كنت في 2018؟ ده في 2018. 2018 ايه ده في 2018 ده قريب. لا يا استاذه هنا من قبل كده من زمان تقول لي من زمان كنت بقول لبكري، بس هي كانت اول مره اكتبها ستيتس، وبعدين دايما اقول لاصحابي واقول للناس كده ان انا هبقى ضيفتك في يوم من الايام وانا ممثله ان شاء الله، وباذن الله هبقى يعني ضيفتك تاني ان شاء الله، وانا حاجه اكبر لوحدي. هو بقى لوحدي فانا اكبر لا انا اللي سعيده بوجودك معايا يا جيلان، ومره تانية انا شفتك وانت بتمثلي مع اكرم حسني، وانا كنت عارفه ان انت حد عندك موهبه، بس انا دلوقتي لما قابلتك فيس تو فيس انا متاكده ان انت كمان انسانه كويسه جدا وواضحه وصريحه وجواكي مشاعر صادقه جدا، وده يخليني احبك جدا. ده حقيقي ده حقيقي. قولي يا محمد. والله كل احلامهم دي حلمت لا قولي حلم صغنون كده يعني. لا بعد الاحفاد لسه ان شاء الله بحلم بيه. صغنن كده حلم صغنن. كنت بعمل مسرحيه انا وناس زمايلي في المعهد، ساره جت شافتها وانتد وحلمت وانا بعمل المسرحيه دي كم حلم ورا بعض اعملهم. ادخل المهرجان القومي للمسرح واخد افضل مخرج، اسافر امثل مصر في مهرجان دولي واخد جايزه في الاخراج، الف بيها اوروبا واعرضها في مسارح اوروبا اللي انا سافرت فيها وما عرفتش اشتغل فيها، اعمل ده. حققت كل ده، خدت افضل مخرج في المهرجان القومي. حلو قوي. سافرت روسيا وخدت جائزه اخراج، سافرت مهرجان في رومانيا، وسافرت عرضتها في فرنسا وفي بولندا. ايوه انت فالحمد لله دي يعني دي حاجه عظيمه، اكتر حاجه حلمت بيها وحققتها. الحمد لله. انت انسان متحقق، راضي بيها. قول لي على حلم صغنطوط كده. حلم صغنطوط ان انا بعد الدربكه اللي حصلت لي ايام الدراسه وعدم الاستقرار ده، واهلي ما كانوش مقتنعين باللي انا بعمله، فدلوقتي بالعكس اهلي بقوا يدعموني جامد، وابتدت ماما تونس ده ابني مبسوطه كده.
ده حاجه حلم يعني ده انا ببارك لكم على تجربه جديده موجوده على ابلكيشن او موجوده على الانترنت. ببارك لكم مش بس عشان فرصه حلوه جميله كل واحد فيكم اخدها بالنسبه للصغيرين، انما كمان عشان انتوا بتعملوا جرس كده، جرس مهم جدا يا جماعه. ما عادش الموضوع زي زمان، التجارب مختلفه، الاشكال مختلفه، فكره الشكل النمطي للدراما ده ما عادش هو وفي فرص كتيره جدا على قارعه الطريق. يعني في اعلان للناس اللي لسه عايشه في الماضي، عشان كده انا ممنونه للتجربه دي ايا كان التقييم الدرامي. يعني الحقيقه دي مش حلقه للتقييم ده. الحاجه الثانيه اللي مبسوطه بيها فكره التواصل ما بين جيلين زي جيلكم وجيل الاستاذ عماد رشاد الممثل الكبير المحبوب اللي له في قلبنا مكانه كبيره جدا. انا شيري بكم تجربه جديده كنا بنستعرضها معاكم. بكري، محمد، جيلان، فسنت وصباح.